السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات مطبخ بيتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم السمك مع البطاطس الحلوه بطريقه سهله وبسيطه ولذيذه في نفس الوقت. اي واحد كيذوقها كيعاود يجربها مره اخرى. لهاد الوصفه كنحتاجو سمك يكون الجلده ديالو غليظه، يعني ماشي رقيق، كيكون الجلده ديالو غليظه لاننا ما غاديش نقيوه، غادي نخليوه هكاك بجلدته، نخليوه بالكرش ديالو بكلشي، كنخليوه هكا كما كنشريوه، كنشلوه بالماء وصافي. هانتوما شوفوا الجلده ديالو غليظه. هذا كنحتاجو ايضا بطاطس حلوه. انا هنا استعملت جوج انواع، تقدروا نتوما تستعملوا الموجود عندكم. كنحتاجو ايضا ليمونه حامضه، القليل من الزيت، قليل من الملح، والقليل من الابزار او الفلفل الاسود. كنحتاجو ايضا ورق الالومنيوم والملح، يعني كميه كبيره، يعني علبه من الملح. كنقشروا البطاطا ديالنا بهذه الطريقه من بعد ما غسلناها وحيدنا لها جميع الاتربه اللي فيها. كنقشروها بهذه الطريقه وكنغسلوها مزيان باش كيتحيد لنا منها التراب، وكنديروها تسقطر. من بعد كنقطعوها شرائح. هاد البطاطا اللي اللون ديالها برتقالي كنديروها غليظه شويه لانها دغيا كطيب، والاخرى البيضاء كنديروها شرائح رقيقه نوعا ما. بهذه الطريقه من بعد كناخذوا الليمون الحامض، نبشروا القشر ديالو، غير القشر الاصفر، ما كنوصلوش حتى لهذيك القشره البيضاء لانها المذاق ديالها مر. كنحاولوا نبشروها غير من الفوق بهذه الطريقه. من بعد كنضيفوا الملح، الابزار او الفلفل الاسود، وكميه من الزيت، كميه قليله جدا من الزيت. وكناخذوا نصف ليمونه وكنعصروه فوق من البطاطس ديالنا بهذا الشكل. كنحاولوا ندمجوا جميع العناصر باش يجي المذاق موحد. كنحركوا مزيان، نخلطوا مزيان، وناخذوا صفيحه الفرن نوضعوا عليها ورق الطبخ، ماشي ضروري ولكن انا كنستفوا البطاطا ديالنا، كنستفوا البطاطا البيضاء لتحت بهذه الطريقه، ومن بعد كنستفوا فوق منها الحمراء. الحمراء دغيا كطيب، وكنغطيو عليها بالبابي بورق الطبخ، كنغطيوها مزيان باش طيب دغيا، وكنوضعوها في فرن متوسط الحراره مده نصف ساعه الى 40 دقيقه. واحد الاستيوس بالنسبه للحامض اللي حكيناه، ما نرميوهش، نحتفظوا به في الثلاجه، ولكن ضروري نديروه في بلاستيك غذائي باش ما كيضيعش. كنلفوه في بلاستيك غذائي وكنحتفظوا به في الثلاجه حتى كنستعملوه مره اخرى. بالنسبه للسمك ديالنا كنحتاجوا ليه بابي الومنيوم وملح. كناخذوا البابي الومنيوم كنفرشوه، كنوضعوا فيه كميه لا باس بها من الملح، وكنحطوا السمكه ديالنا في وسط من الملح، كنعاودوا نغطيوها بالملح، وكنجمعوا ليها البابي الومنيوم، كنجمعوه مزيان باش ما كيخرج ليناش داك الملح على برا. وكنكملوا الكميه ديال السمك اللي عندنا بنفس الطريقه.
على هذا الشكل. من بعد كناخدو شوايه او آلة البانيني كنسخنوها وكنستفو فيها الاسماك ديالنا. كنخليوهم ربع ساعه على هذا الوجه. من بعد ما كتمر ربع ساعه وكتجمع لينا الملح كنقلبوها على الوجه الاخر مده ربع ساعه اخرى، يعني في المجموع نصف ساعه. نصف ساعه كافيه، كيكون السمك ديالنا طاب من برا ومن الداخل. من بعد ما كتمر نصف ساعه كناخذوا السمكه ديالنا كنحلوا عليها البابي الومنيوم وكنحاولوا نحيدوا الملحه، راه كتحيد بكل سهوله. هاد السمك راه ما كيجيش مالح نهائيا، لان هاد النوع نتاع السمك كتكون الجلده ديالو غليظه ما كيشربش الملحه، كيجي هو هذاك المذاق ديالو، كيجي مذاق ديالو رائع جدا. نتمنى تجربوا هاد الوصفه واكيد اكيد غادي تعجبكم. ها هو السمك ديالنا، كنحاولوا نحيدوا جميع الحبات بنفس الطريقه. وها هو السمك ديالنا من بعد ما وجد، كما قلت لكم راه كيجي لذيذ بزاف، يعني الا جربتوه مره ما غاديش تسخاو به وغادي تعاودوا تجربوه كذا مره. هانتوما كيجي رطب وهشيش وكيبقى محتفظ بالرطوبه ديالو، ما كيجيش ناشف نهائيا. هانتوما من بعد ما كيوجد كنقدموه مع البطاطس اللي سبق لينا وجدناها. ها هي طابت حتى هي كتجي رائعه. كنقدموه مع سلطه خضراء وبصحه وراحه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها، واكيد اكيد غادي تشكروني عليها. الى اللقاء في حلقه قادمه من حلقات مطبخ بيتي.